بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش اتأخرت عليكم كتير، شكرا لكل الناس اللي سألوا عني. أنا بخير والحمد لله. لو عليا أنا عايز أطلع معاكم كل يوم وإن شاء الله نستمر مع بعضينا. الفيديو بتاع النهارده مهم جدا، احنا لازم نركز في كل كلمة بتتقال. في الآخر مفاجأة لحضراتكم. نبدأ على بركة الله. في ظل أنظمة قمعية بتحاول بقدر الإمكان إنها تسيطر على الدولة، طبعا لازم تكون في مقاومة. كنت اتكلمت قبل كده عن الإعداد الثوري الفردي في فيديوهات قبل كده، يا ريت ترجعوا لها. دلوقتي هنتكلم عن العمل الجماعي وهي التنظيمات السرية. تركزوا في الكلام اللي أنا هقوله، في نفس الوقت يبقى فيه تدوين مشفر عشان لو حد مسك تليفونك ما يعرفش انت بتحتفظ بايه بالظبط او عايز توصل لايه. انا هحاول ابسط الامور قدام حضراتكم، ولو في اي حد عايز يسال اي استفسار في التعليقات وانا هرد في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. نبدا على بركه الله. التنظيمات السريه، احنا ليه اصلا محتاجين لتنظيمات سريه؟ لو في حريات اي انسان ممكن يعمل حزب ويبتدي يشتغل سياسة. التنظيمات السرية زي ما حضراتكم شايفين بتيجي كرد فعل على الطبيعة القمعية والاستبدادية للنظام الحاكم. يبقى في نظام حاكم مستبد وفي ناس عايزة تقاوم، هو مسيطر أمنيا، قمع، اعتقالات، تعذيب، سجون، ببني سجون، انا هبني وابني سجون. فبتيجي كرد فعل ان انا لازم اعمل تنظيمات سرية عشان اقاوم هذا الاحتلال. المعارضين للنظام بيلاقوا نفسهم مضطرين ان هم يعملوا تنظيمات سرية. يبقى السبب الاول للتنظيمات السرية هو القمع والاستبداد الشديد، غياب الحريات الاساسية، الفساد وسوء استخدام السلطة. اي نظام ديكتاتوري قمعي بيبقى فيه فساد وسوء استخدام السلطة. سوء استخدام السلطة طبعا بيتبعه عدم تداول السلطة أو عدم التداول السلمي للسلطة. إنسان مش عارف يحكم، مش عارف يدير، فالناس بتحاول تغيره، هو مش عايز يمشي فيبتدي يقمع، فالناس تبتدي تحتج، فيبتدي الصراع من هنا. من ضمن أنواع الفساد الفساد المالي والسياسي للنخبة الحاكمة. طبعا ده بنشوفه في أي نظام ديكتاتوري أو قمعي، وما أكثره في بلادنا. تلاقي النخبة هي اللي معاها الفلوس، هي اللي مسيطرة، هي اللي معاها كل حاجة، والشعب ما عندوش أي حاجة. الظلم الاجتماعي والاقتصادي، بتلاقي ابن الضابط يبقى ضابط، ابن القاضي يبقى قاضي، الناس دي مرتباتها وعيشتها مختلفة خالص عن عامة الشعب. والظلم الاقتصادي في الفجوة الكبيرة ما بين الطبقات، بتلاقي الجيش والشرطة بياخدوا مرتبات وقضاء بياخد مرتبات عالية جدا غير عامة الشعب الباقيين. الحاجة إلى الحماية والبقاء، الناس بتبقى مفرومة، هي مش قادرة تعبر عن الظلم دوت في مظاهرات أو احتجاجات أو تغيير، وفي نفس الوقت مفيش قدرة مادية، مفيش رفاهية، فيبتدي يعمل حاجات علشان يعرف يعيش أو يتعايش في ظل هذا النظام. في ناس بتقول خلاص دي عيشتنا واللي احنا المفروض نرضى بيه، وفي ناس بتقول لك لا هم المقاومين، يقول لك لا العيشة دي غلط، لأن في ناس تانية موجودة في المجتمع، نخبة معينة، سواء رجال أعمال، سواء سياسيين، سواء شرطة، سواء قضاء، سواء جيش، الناس دي عايشة أحسن مننا. طب واحنا ليه ما نعيش زيهم؟ يعني لو في واحد ديكتاتور بيفهم بيدي للناس بعض الحريات عشان الكلام ده ما يحصلش، بس طبعا كلهم أغبياء. التنظيمات السرية دي بتتكون ازاي؟ بتنشأ ازاي؟ يعني أنا دلوقتي عايز أعمل تنظيم سري أو خلية سرية، أعملها ازاي؟ في عدة خطوات. طبعا الكلام اللي أنا بقوله دوت مجرد أساسيات، أنت ممكن تضيف عليه أو ممكن تاخده زي ما هو أو ممكن تبتكر حاجة جديدة. يعني أنت ممكن تطور من الكلام اللي أنا بقوله دوت. يعني الكلام اللي انا بقوله ده مش شرط تمشي عليه زي ما هو، لا انا بديلك نبذه او بديلك فكره وانت عليك ان انت تطور نفسك بيها. اي تنظيم سري او خليه سريه بيبتدي من الوعي المشترك، وهي دي النواه اللي بتصنع الخليه او التنظيم السري. يعني ايه الوعي المشترك؟ ناس بتتفق في ايديولوجيه معينه او تفكير معين بيتجمعوا مع بعضهم وبيكونوا خليه. تنظيم السر ده البناء تحتيه بيبقى فيه خلايا، الخلايا ديت بتبقى من 2 ل5 افراد، هي دي النواه بتاعت التنظيم نفسه. فاحنا هنتكلم دلوقتي في الخلايا السريه او الخلايا النايمه. الوعي المشترك هو ده النواه. الخليه ديت بيبقى عندها حاجه اسمها المنهجيه السريه، عندك تفكير، عندك شغل انت عايز تعمله. ما انا مش هعمل خليه علشان اروح العب بيها كوره قدم مثلا، انا راجل عايز اغير نظام كامل، ففي منهج معين انا ماشي عليه. المنهج ده لازم يكون سري، محدش يعرفه غير اعضاء الخليه نفسهم. عملت الكلام دوت بتدخل في حاجه اسمها التعليم المتدرجه والمتقدمه. يعني ايه؟ يعني كل واحد
في الخلية بيبقى عنده وظيفة معينة، شغلانة معينة لازم يعملها. واحد بيبقى مسؤول عن الأمن، واحد مسؤول عن التتبع، واحد إدارة مخاطر. فكل واحد فيهم بيبقى عنده حاجة معينة هو مسؤول عنها. في قاعدة مهمة جدا أنا ما ضفتهاش هنا اسمها need to know، الحاجة إلى المعرفة. يعني مش لازم كل الخلية تبقى عارفة مهمة معينة هتتعمل، لا، اللي بيدبر للمهمة ديت أو اللي بيعمل تخطيط واللي بينفذ بس هم اللي عارفين، لضمان أكتر للسرية. الشغل الأمني مش مهم يعرفه مسؤول عن التتبع، كل واحد خاص بحاجة معينة، مفيش حد بيعرف حد تاني دوره. دي حاجة مهمة جدا في أي تنظيم أو أي خلية. بعد كده التجنيد المقيد، الخلية بتسعى لتجنيد أفراد جدد. التجنيد ده بيمر بمراحل أنا قلتها قبل كده في التحضير الفردي الثوري، يا ريت ترجعوا للفيديوهات القديمة، في جزء أول وجزء تاني قلتها في الجزء التاني. بيمر بعدة مراحل أنا شرحتها قبل كده، وفي فرق كبير ما بين التجنيد وما بين الاستغلال. أنا ممكن أجند واحد ده خلاص ده بيبقى معايا، ده الأيديولوجية بتاعته زيي. الاستغلال إن أنا أعرف معلومات عن طريق حد تاني، الاتنين غير بعض. الخلايا الصغيرة طبعا إحنا شرحناها وقلنا إن في تنظيم وفي خلايا صغيرة اللي هي من 2 ل5 أفراد. القيادة الخفية، القائد دايما مش معروف. اتكلمت قبل كده في التحضير الثوري الفردي في الجزء الأول إن أنت لازم تفصل حياتك الثورية عن الحياة العادية. يعني أنا ممكن أكون واحد عادي جدا زميلك في الشغل، بروح الشغل برجع من الشغل بهزر وبضحك معاك، بروح بخرج مع أصحابي، الدنيا حلوة ومفيش أي مشكلة. أنا أبعد ما يكون إن حد ممكن يشك فيا، بس اللي أنا بعمله دوت هي دي حياتي الثورية. إحنا لسه في بناء تنظيم سري وخلايا سرية في النظام ديكتاتوري. طبعا إحنا اتكلمنا عن مرحلة التكوين والنواة، في حاجة اسمها الأمن أولا. كل حاجة مبنية عن الأمن، أمنك من أمن الخلية اللي أنت منضم ليها، وفي واحد مختص في الخلية عن الأمن. ولو في حاجة تعرضك أنت شخصيا للخطر ما تعملهاش، لأن ده مش بيعرضك أنت بس للخطر، لا، بيعرض الناس اللي معاك كلها للخطر. وضع المبادئ والأهداف خلاص إحنا اتكلمنا فيها، لازم يكون ليك مبادئ وأهداف تمشي عليها. عزل النواة، قلنا ان القائد لازم يكون منعزل، حتى افراد الخلية نفسهم يكونوا منعزلين متفرقين، يعني مش لازم يكونوا من نفس المنطقة او صحاب. لازم اعضاء الخلية ما يتشافوش مع بعضهم كتير، ما يتعرفوش ان هم اصلا مع بعض او هم صحاب، حتى لو 2 صحاب قوي يحاولوا يبعدوا عن بعضهم شوية. مرحلة بناء الخلايا السرية، الهيكل العنقودي ده مثال لبناء خلايا سرية او خلايا نائمة في النظام الهرمي، بس ده اثبت فشله. الهيكل العنقودي بيبقى فيه نظام الخلايا السريه اللي احنا قلنا عليها، القاعده اللي انا بسميها القاعده الذهبيه، لا تعرف الا حاجتك للمعرفه. كل واحد عنده مهمه التاني ما يعرفش عنها حاجه. الفصل بين اعضاء الخليه، وده لسه انا بنتكلم فيه، اعضاء الخليه ما يجتمعوش مع بعضهم في اماكن عامه كتير، وحتى لو صحاب يبتدوا بعيد عن بعضهم شويه. آلية الربط اللي هو نظام الامناء، في واحد بس مسؤول عن الاتصال، في واحد مسؤول عن الاتصال ما بينك ما بين الخلية بتاعتك وما بين الخلية التانية. لو في حاجة للاتصال، الاتصالات بتبقى عن طريق حاجة اسمها النقاط الميتة، بس اللي انا عايز اوضحه لحضراتكم دلوقتي ان في واحد بس مسؤول عن الاتصال. حتى لو انا اعرف حد من الخلية التانية وده غلط، انا برضو ما اتصلش بيه، انا اتصل بيه عن طريق امين الاتصال اللي موجود في الخلية. نركز في اللي انا هقوله دوت. اليات العمل السري والامن الوقائي. ايه هي الاليات دي؟ التواصل ما بين افراد الخليه لازم يكون مشفر، في شفره معينه انتوا بتستخدموها. يعني ما ينفعش اقول له انا هقابلك النهارده الساعه 5، لازم الكلام يكون مشفر. مش لازم يعني يكون الشفره كودينج حاجه صعبه، لا، يعني انا لو هبعت رساله اقول قابلني بكره في المكان الف الساعه 315. 315 دي ممكن 3 وربع، والمكان الف ده ممكن يكون اي مكان. التخفي وده لسه انا متكلم عليه في الفيديو اللي فات، ارجعوا له. غير كده التتبع، لازم اكون انا متمرن ازاي ان انا اكشف حد بيراقبني، وده هنتكلم عليه بس مش النهارده، في حلقات جايه. من اول ما اطلع من بيتي او المكان اللي انا فيه لغايه ما اوصل المنطقه الميته او مكان الاجتماع، لازم بمر بمراحل كتيره جدا عشان اكشف لو في حد مراقبني ولا لا. الاجتماعات، في مبدأ مهم جدا في الاجتماعات، ما ينفعش ان احنا نجتمع في مكان واحد مرتين، لازم مكان الاجتماعات يتغير والوقت يتغير. الموارد والتمويل لازم يكون بمبالغ صغيرة، وتجنبوا المعاملات البنكية، لو هنساعد بعض يبقى كاش بس. ولو في حاجة ان انا لازم اتعامل عن طريق المعاملات البنكية، استخدموا العملات المشفرة، بيتكوينز والكريبتو. يبقى في فيديو تاني لحضراتكم ان شاء الله ازاي نستخدم العملات المشفرة بطريقة ما نكتشفش بيها. الاموال والتحويلات تبقى بسيطة وصغيرة. التعليم المتدرجة، يعني مفيش واحد لسه جديد في التنظيم اديله مهمة خطيرة او مهمة صعبة،
لا، لازم يبقى فيه تدرج في المهمات. اديله مهمه صغيره، لو نجح فيها بديله مهمه اكبر، شوف هو هيعمل ايه. نجح بيكمل، ما نجحش يبقى هو وقف عند ليفل معين، وقف عند حاجه معينه، ما ينفعش ان انا اديله اكتر من امكانياته. هو كويس في المراقبه، لكن ما اقدرش اقول له ادخل واعمل حاجه، لا انت افضل راقب بره بس. لو هنتبع الخطوات اللي احنا بنقولها ديت يبقى الخطر هيقل. طب نعمل ايه في اداره الخطر في النظام الخلايا؟ لو احنا مشينا على الخطوات اللي احنا اتكلمنا فيها: الفصل في المهام، اعضاء الخليه ما يعرفوش حاجات كتير عن بعضيهم، عدم الاتصال المباشر، النقاط الميته. يبقى لو في حد انكشف او اتمسك مش هيعرف حاجات كتيره عن الخليه حتى نفسها اللي هو فيها. وطبعا لو في خيانه هيبقى الضرر على الخليه نفسها بس. وطبعا لا تسامح مع الخونه. اخر حاجه عايز اقولها: المهام اللي جوه الخليه نفسها، مقاومه الاختراق. يعني في واحد هيكون موجود في الخليه هو مقاوم للاختراق فقط، ده مدرب للكلام ده، وبيبلغ بقيه اعضاء الخليه لو في حاجه معينه او في اختراق معين حصل. ولازم تكون في خطط بديله. المرونه والنجاه، ده لو حصل اختراق للخليه لازم تكون في خطط تانية، خطط دفاعيه. هنعمل ايه في مكان امن؟ صعوبه التتبع، طبعا هيكون في واحد جوه الخليه مسؤول عن الامن. توزيع المخاطر، يعني توزيع الادوار ما بين الخليه نفسها. طبعا الموضوع كبير، بس انا حاولت ان انا اختصره على قد ما اقدر. هيبقى في كلام تاني وشرح اكبر لموضوع الخلايا، بس انا حاولت النهارده الخصها على قد ما اقدر، وارجو ان انا اكون وفقت في هذا. المفاجأة: عبد الراضي محمود عبد الراضي، جندي مجند زي ما حضراتكم شايفين. الراجل ده بعت لي تهديد وقاعد يشتم. طبعا هو لا حول له ولا قوه، هو عامل راجل عليا انا او علينا احنا، لكن اللي بيضربونا او بيضربوا الجيش المصري الجميل الحلو في سينا، ضرب الطبق كذا مره وضربت رفح كذا مره، لا ما يقدرش يعمل كده، بس هو بيعمل دكر علينا احنا. عبد الراضي من مركز الطور، محافظه الغربيه. دي صورته وهو ما شاء الله عنده شنب وبقى يتنمر على اهل بلده. عبد الراضي عايز يقابلني في يوم من الايام، وهنتقابل في يوم من الايام، بس لما تعرف انا مين الاول. اديني عرفت انت مين وفين بالظبط، حتى عرفت المرشح اللي عندك في الدايره مين، حتى عرفت الشوارع والمنطقه اللي انت عايش فيها. مع ان انت قلت كلام وحش على اهلي وانا عارف مين اهلك، بس برضو انا مش هدخل الاهلي في الموضوع. انا بس عايز الفيديو دوت يروح للقائد بتاعتك في الكتيبه، يشوف هو هيعمل معاك ايه. على فكره انا مش مستني من قائد الكتيبه بتاعك ان هو يعمل لك حاجه، هو مش هيعمل لك حاجه، هو يبقى مبسوط باللي انت عملته، بس مش هيبقى مبسوط ان الموضوع طلع للعلن واتشاف واتعرف وعرفت انت مين. هو اهم حاجه عندهم ان الجيش يبقى شكله كويس وانت بتسوق سمعه الجيش. وادي رقم تليفونه على الشاشه وعامل فيها سنايبر وسيك رايفل، ما شفناش الكلام دوت على الكيان، بنشوفه علينا احنا. واد تاني مش هياخد من وقت كتير، كفايه بس ان اول صوره ليه هو مصدرها لنا. الواد ده عجل على فكره ومش موجود في مصر، بس داخل بيشتم وخلاص. انا بس بوريكم نماذج من الناس اللي بتشتم او الناس اللي بتأيد السيسي او الناس اللي بتأيد النظام في مصر. في فيديو دلوقتي اهو هتشوفوه، شوفوا الراجل بيرقص ازاي. انا هسكت ومش هتكلم، اتفرجوا على الفيديو. شايفين العيال بترقص ازاي؟ شايفين كمية الخمرة اللي بيشربوها والمخدرات اللي بيشربوها؟ هم دولت مؤيدين النظام في مصر. واحد من عامة الشعب لا مؤاخذة عجلة، والتاني عامل فيها بلطجي عشان لبس ميري. مع ان الغبي اللي اسمه عبد الراضي دوت سنة ولا اتنين وهيخلص الجيش وهيبقى مدني، هيتقال له يا مدني، وهيتعمل فيه ايه اللي بيتعمل في الناس في السجون؟ بغباء جند من جند ربنا سبحانه وتعالى. حاجة أخيرة عايز اقولها، معلش انا طولت عليكم النهارده. مفيش حد بيتولد مقاتل او شجاع، دي مكتسبات احنا بناخدها مع الوقت او بالخبره او في الحياه. التمرين، التركيز، الاستعداد، كل ده جميل، بس اهم حاجه ازاي ابدا. ده نقيب شرطه طه ونس، الواد ده كان بيعذب الشيخ محمود شعبان، ربنا يفك اسره. لما بتبص لوشه المستفز العيل ده بتكرهه، لما بتكرهه بيقل في نظرك، بتكره افعاله، بتكره صفاته، بتكره الضحكه السامجه دي، فبتبتدي تشوف افعاله دنيئه وصغيره، فبتبتدي الهيبه بتاعته تسقط في قلبك، فبتبتدي تتجرأ عليه. شايف الخطوات ماشيه ازاي؟ شوفها بقى مع اي حد بيمشي في وسط موكب عيال زي ديت بتحرسه بيتكلم، بص في وشه، هتحتقره، هتحتقر افعاله، هيقل في نظرك، هتتجرأ عليه. خلوا بالكم من بعض، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.